انت عارف ان في ناس بتترفض من اول سي في من غير ما يتبص عليه؟ والسبب مش انهم مش مؤهلين، السبب انهم ما عرفوش يكتبوا السيرة الذاتية بالطريقة الصح. الفيديو ده هيغير ده كله. لو كملت معايا للآخر هتتعلم طريقة كتابة السيرة الذاتية اللي تخلي الشركات تقول الشخص ده لازم نقابله. السيرة الذاتية مش مجرد ورقة، هي بطاقة تعريف شخصية بتقول للشركة أنا فلان، عندي خبرات كذا ومهارات كذا. بتخلي مسؤول التوظيف ياخد فكرة سريعة عنك قبل ما يقابلك. بتحدد إذا كنت مناسب للوظيفة ولا محتاج تدور على حاجة تانية. وهقولك خطوات بسيطة لكتابة سي في، والبداية من الأساسيات. أول خطوة إنك تكتب بياناتك الشخصية، اسمك، رقمك، إيميلك. دي الحاجات اللي بتخلي أي حد يعرف يتواصل معاك. ما تزودش تفاصيل ملهاش لازمة زي العنوان بالتفصيل أو الحالة الاجتماعية إلا لو مطلوبة. بعد كده حط التعليم بتاعك بشكل مرتب، الجامعة أو المدرسة اللي درست فيها. لو عندك خبرة شغل أو تدريب حتى لو صغير اكتبه. ده بيبين إنك مش واقف مكانك وإنك بتطور نفسك. ولازم تركز على المهارات اللي بتخلي السي في بتاعك يلمع، زي الكمبيوتر واللغات أو أي حاجة عملية بتعرف تعملها. حاول تكتبها بشكل واضح ومباشر. خلي السيرة الذاتية بسيطة وواضحة، خط مفهوم ومسافات مظبوطة، وما تزودش ألوان كتير. ولو مش عارف تبدأ، وصدقني الشكل بيفرق. وفي مواقع بتساعدك تعمل سي في جاهز PDF وتعدل عليه بسهولة. نصايح على السريع وانت بتعمل سيرة ذاتية. اعتبر السيرة الذاتية مراية ليك. كل ما تكون واضحة وصحيحة، كل ما فرصك تزيد. خلي الشكل بسيط وواضح، ما تزودش ألوان كتير. استخدم خط مفهوم وسهل القراءة. حاول تخلي السيرة الذاتية صفحة واحدة أو 2 بالكتير. أخطاء شائعة لازم تبعد عنها. طريقة كتابة السيرة الذاتية مش معقدة زي ما ناس فاكرة، والموضوع محتاج تركيز وتنظيم بس. وأهم الأخطاء الشائعة اللي لازم نبعد عنها، إنك تكتب معلومات مش صحيحة، ده ممكن يضرك بعدين. إنك تكتب تفاصيل زيادة ملهاش لازمة. إنك تنسى تحط وسيلة تواصل زي رقمك أو إيميلك. ولو لسه خريج جديد، اكتب عن مشاريعك أو تدريباتك بدل ما تسيبها فاضية. وبص يا صديقي، السيرة الذاتية مش بس محتوى مكتوب، الشكل والتنسيق بيلعبوا دور كبير جدا. يعني ممكن تكون كاتب معلومات قوية، لكن لو السي في شكله عشوائي أو مش منظم، مسؤول التوظيف ممكن يزهق ويقفل الملف من أول دقيقة. ليه الشكل مهم؟ لأنه بيعكس شخصيتك وتنظيمك، بيخلي القراءة سهلة وسريعة، بيدي انطباع إنك مهتم بالتفاصيل وبتعرف تعرض نفسك صح. وهقولك النقاط اللي تاخد بالك منها. اختار خط واضح وسهل القراءة، ما تستخدمش خطوط مزخرفة أو معقدة. وخلي الألوان بسيطة، اسود ورمادي مع لمسة صغيرة من لون مميز لو حابب. وسيب مسافات بين الأقسام، وحط عناوين واضحة زي التعليم والخبرة والمهارات. والأخطاء اللي لازم تبعد عنها، استخدام ألوان كتير أو خلفيات مزعجة، كتابة نصوص طويلة من غير تقسيم، إنك تحط صور أو أشكال ملهاش لازمة. في الآخر يا جماعة، السيرة الذاتية مش ورقة وخلاص، دي المفتاح اللي بيفتح لك أبواب الشغل. وكل ما تكون واضحة وصادقة ومنسقة، كل ما فرصك تزيد. ولو استفدت من الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنت إيه أكتر حاجة هتغيرها في السي في بتاعك بعد الفيديو ده. واستنوا الفيديوهات الجاية اللي هتخليكم دايما جاهزين لأي فرصة.